لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وبصحه جيده والاحوال ديالكم طيبه ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا جبت لكم هذه الوصفه هذه، الدجاج في الفران مع بطاطا اللي كيجي ناشف وصحي، يعني ما فيه لا زيت بزاف لا حتى شي حاجه، وكيجي رائع لا في المذاق ولا في كل شيء، وبطاطا كتجي مقرمشه. فخليكم معايا مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نبدا انا وياكم مباشره، يعني وانا كنخدم وانا كنقول لكم المقادير اللي استعملت في هذه الوصفه هذه. فكناخذ واحد الاناء وكنوضع فيه العطريه اللي غادي نستعمل. كندير واحد الملعقه صغيره ديال السكينجبير او الزنجبيل، واحد الملعقه غير ممتلئه ديال الابزار او الفلفل الاسود، ملعقه غير ممتلئه ديال الخرقوم او الكركم، ثوم بودرة ملعقة، زيت الزيتون، أو زيت نباتية اللي بغيتو نتوما اللي كتفضلوه، القليل من عصير الحامض أو الليمون، ملعقة ديال صلصة ديال الصويا أو الصوجة، الزعتر، القليل من الملح، وكنزيد الربيع وكنخلط المكونات مع بعضياتهم حتى كينسجموا. الدجاج والكميه ديال الدجاج والكميه ديال البطاطا فكتبقى على حسب عدد الافراد، كيبقى داك الشيء اختياري على حساب كل واحد وشحال الناس اللي غادي يكونوا معاه. فانا كناخذ الدجاج كما كتشوفوا كنفلحو بحال هكايا بالموس، كندير شقوق هكا باش كندخل فيه العطريه، كندخل فيه داك التخليطه اللي درت ديال التوابل، كنشقو بحال هكا وكنبدا ندخل فيه داك العطريه باش تشرب لينا مزيان. اما الافضل انكم تخليوه واحد شويه الا كنتو ما مزروبينش، كنتو مزروبين فماشي مشكل، يعني تقدروا ديروه في البلاصه حتى ملي كتشقوه بديك الطريقه فراه كتدخل فيه العطريه مزيان. صافي كنبقى كندهن فيه حتى كندهنو كامل كيف ما كتشوفوا، وكنوضعو جانبا يترقد ليا بواحد شويه، وندوزو نقطعو بطاطا اللي غنديرو هكا مرافقه ليه، غنخليوه جانبا وندوزو نقطعو بطاطا ديالنا لان ديجا قشرتها، يعني باش ما نطولش عليكم الفيديو قشرتها. انا غنحتاج هنا هكايا 3 ديال البطيطات، كما قلت لكم بطاطا كتبقى على حسب عدد الافراد. مهم انا كنقطعها بهذه الطريقه هذه، ممكن انكم تقطعوها مكعبات، تقطعوها كيف ما بغيتو نتوما، كيف ما رشق لكم مكعبات كبيره مكعبات صغيره كيف ما بغيتو نتوما، لكم الاختيار. انا غنقطعها هكا طويله بهذا الشكل. ممكن انكم ترققوها على هكا، انا كتعجبني شويه غليظه فكتجي مقرمشه من برا ومن الداخل كتجي رطبه. هاد البطاطا حيت كبيره فقطعتها على جوج كيف ما كتشوفوا. كنقطع البطاطا ديالي بهذا الشكل هذا حتى كنكملها. من بعد ما كنكملها فكنديرها في هذيك العطريه اللي كتشيط ليا، داك التخليطه اللي كتشيط ليا ديال الدجاج اللي درت للدجاج باش كتبنان واحد شويه.
فما غنزيدها لا عطريه لا حتى شي حاجه، فقط هذيك العطريه اللي درت اللي غادي ندهن بها بطاطا، ما غاديش نزيد. كما كتشوفوا كنبدا ندهن هكا بشويه بشويه، كنحط شويه بطاطا ونصاوب. المهم بغيتو تزيدوا فيها شويه، اللي كيبغي شويه يملح الحاجه زيدوا فيها مليحه والتوابل وداكشي. انا ما كتعجبنيش الصراحه مالحه بزاف، سيرتو الا كنتو غتاكلوها مع شي صوص اولا شي حاجه، فمن الافضل انكم ما تكثروش الملحه. فقط انا كنكتفي بهذا القدر هذا، كتجي بنينه وكتجي زوينه صراحه. دابا تجربوها ان شاء الله وغادي تشوفوا كتجي رائعه وحسن من المقليه. يعني ما شبعناش زيت، سيرتو الناس اللي تضرهم الزيت بزاف. صافي كيف ما كتشوفوا كملت البطاطا ديالي. دابا غناخذ المول اللي غادي ندخل الفرن وغادي نوضع فيه الدجاج كما شفتوا. خديت انا هذا المول الدائري وغادي ندير فيه دابا البطاطا ونقادها. صافي غادي نقاد البطاطا ديالي كامله، غنحطها هنايا ونرجع معكم. صافي من بعد ما كملت البطاطا ديالي غادي نزين كيف ما كتشوفوا بهذا طوماط سوريز. هاد الصغيره هذه كتجي زوينه ملي كطيب، وهذاك تعطي واحد المذاق الحموضه مع الحلاوه رائع جدا. فمنها تزين، منها كتعجبني ناكلها كتجي رائعه. فكيف ما كتشوفوا هاد باش زينت الطبق ديالي والفرن راه سخون. صافي غنكمل وغندخلها ان شاء الله طيب لينا. صافي غندخلها للفرن ونتلاقى انا وياكم. ها هو الطبق ديالنا بعد ما كيخرج من الفران. شوفوا كيفاش داير، بطاطا كي مقرمشه وداك المطيشه كيفاش محمره، والمذاق ديالها كيجي رائع حتى هي. هانتوما مقرمشه ورطبه من الداخل. كيف ما كتشوفوا الدجاج كيطيب ما نقولش لكم رائع جدا جدا، سيرتو الا كان بايت يعني ما يكونش يلاه تشرى جديد، فكيجي رائع بزاف. فكان هذا هو الطبق ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه ان شاء الله، راه غيعجبكم ويعجب وليداتكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. خليت لكم الراحه.
لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.